قصتنا اليوم قصة من قصص النصيب. كان في شاب وبنت بيحبوا بعض ومتعلقين ببعض كتير، بس الله ما كان كاتب لهم إنه يكونوا من نصيب بعض. حبيبي يا عيون حبيبي، بتعرف شو بدي أنا منك؟ شو بدك يا قلبي؟ بدي منك إذا ما كنا لبعض وربك ما جمعنا وتزوجت غيري بيوم عرسك أنا يلي رح جهزك بإيدي. انت مجنونة شي؟ ليش عمري شبك؟ ما يا مجنونة، انت اللي رح تصيري ام اولادي. ايه روحي بعرف، بس ما بتعرف ربك شو كاتب لنا. إذا صاروا ما كنا لبعض بدي منك هالطلب. ايه خلص سكري عن السيرة. وعدني بالأول. طيب وعد، يلا سكري عن القصة. حاضر عمري. وبعد كم سنة الله ما كتب لهالقلبين إنه يجتمعوا سوا، وبيوم عرسه تذكر وعده ومسك الهاتف ودق له. كيفك؟ تمام، مين معي؟ نسيتي صوتي؟ ايه. اليوم عرسي، حبيت خبرك كرمال الوعد اللي وعدتك يا. أعطيني العنوان. عن جد رح تجي؟ أعطيني إياه. عطاها العنوان، لبست وجهزت حالها وكأن اليوم عرسها. وصلت لعنده ودقت الباب، فتح لها أخوه الصغير. الكل انصدم من حضوره، هو صافن بمحله وما مصدق إنه البنت يلي حلم معها وخططوا لعرسهم ولأسماء أولادهم عم تجهزوا ليكون لغيره. مبروك يا عريس. أوه طالع بتجنن عريسنا. مسكها من إيده وشدها لعنده. وقف بكفي. طيب تعالي لأرجع آخذك ونكفي حياتنا سوا، وما عاد يهمني شي غير انت وجودك حدي وبس. بس ما فينا، عروستك ناطرتك. بس أنا بدي إياك. لا ما فينا نعمل هيك. الشي يلي خلاني اجي لهون وكون حدك وجهزك لعروستك انه ما حدا قدر يفرقنا. لا غيرة ولا خناق ولا مشاكل ولا خيانة ولا شي غير قدرة الله. ربنا ما اخترنا لنكون عيلة، وهلا اعطاك فرصة لتعيش وتكمل حياتك. بتمنى لك التوفيق يا عريس، وتهنى بحياتك وحب مرتك، ولا تنسى تسمي بنتك على اسمي مثل ما اتفقنا، والا بزعل منك. يلا بخاطرك يا عريس. طلعت من عنده وقلبها عم يحترق، نزلت دموعها وحرقوها حرق. راح لعند عروسته عم يتطلع فيها ويتخيل حبيبته، غصة بقلبه وحرقة بقلبها. مو كل شي منريده نحصل عليه، للأسف حياة كتير صعبة.